وبعد ما تاهلتوا احكوا لنا كده، افتح قلبك قول. والله احنا يعني بنشكر الناس اللي ساعدتنا. هو احنا تعبنا عشان نحقق البطوله دي، احنا تعب 5 سنين والحمد لله يعني قدرنا نفرح الشعب المصري يعني بعد غياب. انت عارف الظروف اللي احنا فيها دي الشعب بيستنى اي فرحه. الحمد لله يعني قدرنا نحققها وان شاء الله يعني نكون كويسين ونعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. محمود تقول لنا ايه؟ لا طبعا من زمان احنا مصر ما فرحتش ودوري كان واقف، فالحمد لله اللي احنا عملنا حاجه لمصر عشان تفرح، ويا رب طبعا ده شرف لينا ان احنا نجيب كاس افريقيا لمصر. وطبعا قبل مصر طبعا نادي الاسماعيلي، طبعا عشان نادي الاسماعيلي طبعا انا وشريف ومتولي ومسعد طبعا ولاد النادي الاسماعيلي. طبعا اول حاجه بنشكر كابتن ربيع، وهو اللي عمل كل حاجه، وهو اللي كان بيعمل كل حاجه في المعسكرات، والحمد لله كنا 100 في مصر. طيب كابتن شريف، بعد تاهلكم لكاس العالم طموحك بقى؟ والله طبعا كاس عالم للشباب يمكن اول مره تشارك، طموحك؟ طبعا يعني بسبب يعني انجاز كبير، انت لسه في البدايات وبتعمل انجاز زي ده في بطوله افريقيا مش سهله طبعا. وطبعا انت لما بتقول كاس العالم رايح اول مجموعه ورايح بطل العالم يعني بطل افريقيا، يعني ان شاء الله يعني يبقى لينا بصمه هناك، وان شاء الله الفرقه تعمل لنا اكتساب يعني ما بقاش كتير يعني ان شاء الله نجتهد فيهم وربنا يوفقنا ان شاء الله عشان نقدر نساعد الشعب المصري ان شاء الله. محمود حمد، طموحك في كاس العالم؟ ان شاء الله طبعا نعمل حاجه كويسه زي ما عملنا في كاس افريقيا. ان شاء الله نعمل اي حاجه برضه في كاس العالم، وشرف في مصر برضه اللي احنا عندنا كاس افريقيا، وان شاء الله نعمل حاجه ان شاء الله. محمود، الواحد لما بيوصل كاس عالم وياخد بطوله افريقيا اكيد في عروض بتنهال عليه بقى واعلام والدنيا كلها بتبص عليه، هل جالك حاجه او حد اتكلم؟ لسه طبعا ما جاش اي حاجه، وطبعا انا عمري ما اعمل حاجه غير لما النادي يعرف بيها. اكيد طبعا. لا انا بتكلم على الطموح، يعني انت نفسك طبعا اكيد طبعا نفسي احترف بره طبعا في اي نادي بره، بس في اي نادي جوه مصر طبعا لا غير نادي الاسماعيلي طبعا. يعني انت طموحك في اوروبا ولا طموحك؟ اوروبا طبعا، بس في مصر لا ان شاء الله. يعني طموحك يا تحترف بره يا مكمل في نادي الاسماعيلي. طيب محمود، احنا البطوله لسه خلصانه بقالها يومين، شفناك النهارده في تمرين نادي الاسماعيلي، تم استدعائك من قبل الجهاز الفني؟ طبعا اتصلوا اول ما نزلنا المطار اتصلوا بينا وانت معانا في تمرين بكره ومعانا في الماتش اللي هو يوم الثلاث. وهو بكره معانا في السفر برضه ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. احنا محمود بنتمنى لكم التوفيق ويا رب ان شاء الله تحققوا زي ما حققتوا بطوله افريقيا تحققوا بطوله كاس العالم وتقدموا صوره مشرفه عن الكره المصريه. واتكلمنا بقى على ماتش بكره بتاع العاصمه، ماتش تقيل، ماتش تقيل طبعا، وان شاء الله نكسب، وطبعا لازم نكسب عشان نلعب نهائي ان شاء الله. وطبعا ده هيساعدنا في ماتش لو احنا مسافرين في بتاع مدغشقر، ولازم نعمل يعني لازم نكسب هنا عشان نكسب هناك ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا محمود، وان شاء الله نبارك لك بكره بعد الماتش. شكرا. شكرا محمود.